السلام عليكم، أنا محمد دمير وهذه حلقة من حلقات التاريخ الجزائري المجيد، وصحة رمضانكم وبتمام الأجر صيامكم إن شاء الله. وموضوعنا اليوم يقدم مجموعة من الوثائق والحقائق النادرة اللي لازم كامل نعرفوها، وهو استكمالا لسلسلة حرب الرمال اللي وقعت بين الجزائر والمروك في 1963، لأنه سؤال لماذا أهم من سؤال ماذا حدث في مثل هذه الحالات. أما الأسباب الزوز اللي أدوا لحرب الرمال نقروا تلخيصهم هنا بعبارة: جوهر الصراع هو الخريطة اللي رسمها على الفاسي، يعني في 56 كي استقلت المروك. والسبب الثاني هو التعارض أو التصادم الأيديولوجي ما بين الأنظمة الحاكمة في البلدين. أما بالنسبة للسبب الأول، يعني العقلية التوسعية اللي أطلقها على الفاسي في 56، ففي 59 رد الفقيه البصري على الفاسي في خطاب ألقاه بأن المغرب ما عنده حتى أطماع توسعية، يعني هذاك مناضل سياسي وهذاك مناضل سياسي. الفاسي دعا للتوسع، بينما الفقيه البصري قال لا، ما عندنا حتى أطماع توسعية. وأيضا مهدي بن بركة قال في بيروت في مؤتمر التضامن الافريقي الاسيوي، قال بأن الاطماع في الصحراء هي عمليات تمويه. اذا النخبه السياسيه في المروك على الفاسي من جهه يطالب بالتوسع، والفقيه البصري وبن بركه في هذاك الوقت يقولوا لا، هذه الاطماع التوسعيه انما هي تمويه داخلي. اما الجزائريين فقد عرفوا مبكرا حتى قبل الاستقلال بهذا النوايا تاع المروك بتبني افكار على الفاسي التوسعيه. لهذا ولما التقى فرحات عباس كممثل للجزائر مع الحسن الثاني كممثل للمروك وداروا معاهده الحدود اللي قريناها حرفيا في الحلقة السابقة، نلقوا الحكومة المؤقتة الجزائرية أمرت بنشر هذا المقال على الجريدة الناطقة بلسانها اللي هي المجاهد. في 19 جويلية 61 نشرت المجاهد مقالا بعنوان صحراؤنا، واللي قالت فيه: المناورة النموذجية للاستعمار الفرنساوي الجديد هي ما تقوم به في موضوع الصحراء بعدما فشلت في شعار الجزائر الفرنسية. هذه العبارة اللي ما عادش الحكام الفرنسيس يقدروا يقولوها في 61. ونقلنا في المقال عبارات جديدة طرحها الفرنسيين على طاولة إيفيان، كما عبارة الصحراء الفرنسية ولا قضية الصحراء، وهذه سياسة تهدف لفصل الشعب الجزائري عن صحرائه، كما من شأنه أنه يوحي للجيران بأن الصحراء ماهيش تاع الجزائر، وهذا يثير رغباتهم التوسعية. في حين وحسب هذا المقال تاع المجاهد هذه الصحراء ليست قضية هامشية بالنسبة للجزائريين كما تروج له فرنسا، ولا يمكن للجيران الأفارقة أنهم يفكروا بهذه الطريقة. والصحراء ليست أرضا مهجورة وليست دون هوية وليست مجرد فكرة، بل هي أرض شكلتها الشخصية الجزائرية وتميزت ببصمة ثورة الشعب الجزائري التي لا تمحى. وهذا كان لسان حال الحكومة المؤقتة في 61، وهذا نشر في نفس الأسبوع اللي وقع فيه الحسن الثاني معاهدة حسن الجوار لترسيم الحدود مع فرحات عباس. وما إن جاء الاستقلال، وفي نفس أسبوع الاستقلال يعني جويلية 62، وللأسف احتلت السلطات المغربية موقع زقدو ما بين بشار وتندوف، وأعلنت تبعية بعض القبائل اللي في تندوف لملك المغرب. وهذا ما منعش الجزائريين أنهم يرسلوا الجيش لتندوف لطرد ممثلي الحكومة المغربية بالقوة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى. هذه أغلب الجزائريين ما يعرفوهاش، أنه في أسبوع الاستقلال جويلية 62 دخلوا المغاربة على زقدو وتندوف. وهكذا يكون السبب الأول، يعني العقلية التوسعية تاع المروك، مثبت وواضح كسبب مباشر لحرب الرمال. درك أنا اسمحوا لي نرجع بكم للسبب الأول اللي هو العقلية التوسعية، لأنه عندي وثيقة مهمة وهي وثيقة رسمية ولا ظهير شريف كما يقولوا خاوتنا في المروك. نروحوا المملكة المغربية، الأمانة العامة للحكومة، حوسوا على الظهير رقم 827. ها هو انت اللي شارجوه ونقروا مع بعض. هنا يقول: بني ونيف وبشار الكائنين بالتراب الجزائري. ولكن اللي يهمنا أكثر هو هذا الحد المصطلح عليه، يعني الحد ما بين الجزائر والمروك يعين كما يأتي في قيق وجبل ملياس وجبل قروز وقمت وحتى الملتقى وتزلموا بوادي غير. هذا مخوتنا في المروك نشروا في ظهير شريف وصفهم للحد تاع بلادهم. نحلوا الخريطة، هذه في قيق معروفة، هذا جبل ملياس وهذا جبل قروز، هذا جبل زلمو وهذا ملتقى الأودية، يعني التقاء واد زلمو بواد غير. لكن يشوفوا المراركة هذه الوثيقة يعرفوا باللي الإهانة اللي تلقاها جيشهم في حرب الرمال راهي إهانة منطقية وعادلة، ما دامهم طمعوا في أرض هما في وثائقهم يعترفوا أنها خاطيتهم. فما بالك بردة فعل الجزائريين اللي شفناهم وهما تحت الاستعمار قالوا بصريح العبارة: هذه الصحراء ليست قضية هامشية بالنسبة للجزائريين، ولا يمكن للجيران الأفارقة أنهم يفكروا بهذه الطريقة، والصحراء ليست أرضا مهجورة وليست دون هوية وليست مجرد فكرة، بل هي أرض شكلتها الشخصية الجزائرية وتميزت ببصمة ثورة الشعب الجزائري التي لا تمحى. يعني كخلاصة لحلقة اليوم، حرب الرمال تاع 63 إنما كانت نتيجة للأطماع التوسعية تاع الحسن الثاني، وهذا الشيء خلق تصادم مبكر بين الدولتين الجزائرية والمغربية. ومازال خوتنا المرار
المشاركة ليومنا هذا يدفع ضاربتها، عكس بقية جيراننا احنا كجزائريين، سواء في ليبيا ولا في تونس ولا مالي ولا النيجر ولا موريتانيا ولا الصحراء الغربية، اللي رانا عايشين معاهم شعبيا ورسميا ودبلوماسيا بأتم معاني الأخوة والجيرة وعلى أحسن ما يكون. وإن شاء الله يكون في هذه الحلقة إضافة لمعلوماتكم التاريخية.